قررت الشابة حسناء عبد العزيز الالتحاق بالخدمة العسكرية التجنيد الإجباري مباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية عن انطلاق مهلة حصر اللوائح للفوج الأول من الملتحقين. ومباشرة بعد إطلاق عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، اختارت الشابة حسناء عبد العزيز من منطقة لمحاميد الشعبية وسط مدينة مراكش ملء استمارة التسجيل لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية. وتعتبر الشابة ذات 22 عاما من أولى الشابات اللواتي تقدمن رسميا وطوعيا بطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، مؤكدة أنها قررت القيام بهذه الخطوة بسبب عشقها للخدمة العسكرية. يشار أن حسناء عبد العزيز كانت تشتغل بالمركز الاستشفائي الجامعي ضمن إحدى الشركات المخولة لها تدبير الكتابة سكرتارية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.